حبوب المناطق الحساسة وجلد الوزة والإسمرار من أكتر المشاكل اللي بيعاني منها معظم البنات. هقولك على 3 خطوات لو عملتيهم هتتخلصي تماما من فكرة إنه يظهر لك المشكلة دي، وكمان هيساعد معاكي في روتين التفتيح جدا، ولو عاملة تقشيرة تقدري تحافظي على النتيجة اللي وصلت لها. أول خطوة وهو السكراب أو إزالة الجلد الميت، علشان خاطر نمنع فكرة إنه يحصل احتباس للشعيرات تحت الجلد أو وجود بثور أو أي حبوب تحت الجلد. تاني حاجة وهو الترطيب بعد الشيفنج على طول، تقدري تستخدمي البيبي أويل ده أو تقدري تستخدمي البانتينول عشان نرطب الجلد، بحيث لما يجي يطلع الشعر جديد ما يحصلش حكة تسبب التهاب وبعد كده تقلب بسمرار. ال3 أيام اللي بعد الشيفنج هنستخدم الصبح وبالليل الكرباميد مع أي نوع من أنواع الكريمات دي، علشان يعمل ترطيب ويعمل احتفاظ بالترطيب جوه الجلد لأن كلهم فيهم يوريا، وكمان عشان يعمل تقشير لطيف للمنطقة دي، بحيث ما نسيبش أي فرصة إنه يتكون أي حاجة تحت الجلد، وفي نفس الوقت هيساعد معانا في روتين التفتيح جدا جدا. ولو عندك ألوفيرا واستخدمتيها هيبقى حلو قوي لأنها مضادة للبكتيريا والفطريات، وفي نفس الوقت بتساعد على التفتيح. لازم أأكد عليكِ طبعًا إن الطريقة اللي تكوني بتستخدميها ما يكونش فيها أي حاجة بتسبب التهاب للجلد، لإن التهاب الجلد من أكتر الحاجات اللي بتسبب إسمرار وترهل للجلد، فخدي بالِك من الطريقة اللي بتستخدميها كويس جدًا، أمّا تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي نتيجتها معاكم كانت عاملة إيه.